أغرب 15 شاطئا في العالم. شاطئ الزجاج في هاواي. الكثير منا يعلم أن الزجاج يتم تصنيعه من الرمال، ولكن القليل يعلم أن الطبيعة بالفعل قد كونت زجاجها الخاص بألوان متعددة لكي تجعل شاطئ هانبيبي بهاواي فريدا من نوعه. شاطئ الصحراء. في وقت معين من كل عام تغرق الأمطار وادي مارانهاو بالبرازيل لتصنع شاطئا فريدا وسط الصحراء. الشاطئ الأبيض. شاطئ هايامز بأستراليا يحمل لقب أكثر شواطئ العالم بياضا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأن رماله تمتلك بياض الثلج. شاطئ كرات البولينج أو شاطئ سكونر ستيت يوجد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفي ظاهرة جيولوجية نادرة تشكلت صخور هذا الشاطئ على شكل كرات ضخمة. شاطئ بدون رمال. هل تحب البحر ولكن تكره التصاق الرمال بقدميك؟ إذن شاطئ سكول هاوس في الولايات المتحدة هو الشاطئ الأمثل لك، حيث تشكلت أحجار جيرية ملساء كل واحدة تعد كنزا بذاتها، ولكن لا تحاول أخذ واحدة منها للمنزل، فهذا ممنوع وستضطر لدفع غرامة مالية إذا قمت بذلك. الشاطئ الوردي يوجد في جزيرة هاربور في الباهاماس، وهو الشاطئ الوحيد في العالم الذي يتمتع بهذا اللون الوردي الجذاب. شاطئ السلالم. في جنوب سيسيليا الإيطالية تشكلت على الشاطئ طبقات عدة عبر العصور لتشكل منظرا مذهلا يشبه السلالم. الشاطئ المغني. يوجد في مانشستر في إنجلترا. من الوهلة الأولى يبدو هذا الشاطئ عاديا جدا، إلا أنه يعتبر الشاطئ الوحيد في العالم الذي يمكن الاستماع عليه إلى صوت موسيقى سيمفونية تنتجها الطبيعة نتيجة احتكاك الرياح بالرمال عليه. شاطئ الثلج والرمال السوداء. يقع بالقرب من قرية فيك في أيسلندا. يعتبر هذا الشاطئ من أكثر الأماكن رطوبة في العالم، لأن الأمطار تتساقط هناك لمدة 340 يوما في السنة، ونادرا ما يأتي أحد لزيارة هذا الشاطئ. شاطئ الإضاءة البيولوجية. تشكل يراعات الحبار المضيئة لوحة فنية رائعة على شاطئ خليج توياما في المالديف، بينما تتواجد هذه اليراعات في كل مياه العالم تقريبا، إلا أن تجمعها بكثافة على هذا الشاطئ هو ما يجعله فريدا من نوعه. شاطئ الأصداف. يوجد في خليج القروش شرق أستراليا، ويتكون من طبقة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أمتار من الأصداف فقط، وتتكاثر الأصداف هناك بشكل كبير بسبب ملوحة الماء، الأمر الذي يمنع تكاثر الحيوانات التي تتغذى عليها. شاطئ الرمال السوداء. من أجمل شواطئ العالم هو شاطئ بونالو في هاواي، وتحيط به الرمال السوداء شديدة القتامة من كل جانب، والتي اكتسبت هذا اللون القاتم بفعل النشاط البركاني القديم، حيث كانت الحمم البركانية تنصب في البحر ثم تبرد محولة لون الشاطئ إلى الأسود، وتنتشر السلاحف والصقور بكثرة على هذا الشاطئ، مضيفة لمسة خلابة من الطبيعة. الشاطئ الخفي. جزيرة ماريتا في المكسيك. هذا الشاطئ المثالي في المكسيك تكون بالمصادفة العجيبة، فأثناء قيام حكومة المكسيك بتجربة قنبلة نتج عن الانفجار هذا الشاطئ. شاطئ الرمال الخضراء. شاطئ باباكوليا في هاواي. اكتسبت رماله هذا اللون الأخضر بسبب مادة الزبرجد الزيتوني، والتي تأتي من مخروط بركاني قريب، وهذا الشاطئ هو واحد من 4 شواطئ في العالم فقط لها هذا اللون الفريد. الشاطئ الأكثر راحة. بالإضافة للهدوء والجمال، تتمتع رمال شاطئ وايت ساندي بأستراليا بأقل نسبة سيليكا، ولهذا تبقى الرمال باردة في يوم حار ومشمس.